معرفش شفت المنظر ده قبل كده ولا لأ، بس في أنواع من الطيور بينظموا طريقة طيرانهم في الجو على شكل رقم 7. طائر في المقدمة، وعلى يمينه طيور، وعلى شماله طيور. في الأول كنت بفتكر إن اللي في المقدمة ده أكتر واحد عارف الطريق مثلا، أو ممكن يكون أقوى واحد فيهم، لغاية ما عرفت إنهم في الرحلة بيبدلوا الأماكن دي مع بعض. مش عشان محدش يزعل، بس عشان اللي في المقدمة ده أكتر واحد بيتعب، لأنه بيواجه مقاومة الهواء كلها لوحده. الغريب إن مقاومة الهواء ورا الجناح بتاعه بتبقى أقل بكتير، فعشان كده بنلاقي في طير بيطير ورا الجناح بتاعه، وبعدين الطير بيطير ورا جناح اللي بعده، وهكذا. ومنتهى النظام والبساطة بيتكون شكل جميل متناغم متعاون مليان بالسلام والذكاء الصراحة. بس ثواني، انتوا رايحين فين وليه؟ هل في حد ضايقكم مثلا فقررتوا تسافروا؟ الحقيقة الطيور بتهاجر عشان حاجتين: الأكل والجواز. وموضوع إن الليل يبقى طويل والنهار يبقى قصير في الشتاء ده تقيل على قلبهم شويتين. معتقدش حد يعرف هما ازاي عرفوا معلومة إن الصيف والشتاء بيتبدلوا مع بعض في نص الأرض الشمالي والجنوبي. يعني لما نص الأرض الشمالي يبقى فيه شتاء، نص الأرض الجنوبي بيبقى فيه صيف. ولما نص الأرض الجنوبي بيبقى فيه شتاء، نص الأرض الشمالي بيبقى فيه صيف. وده تقريبا وقت مواسم الهجرة للطيور. طب يا جماعة الأطفال، بتسيبوها فين ومع مين؟ ولا بتاخدوها معاكم؟ ولا أنا هنا وقفة يا جماعة. الطيور الصغيرة بتسافر لوحدها من غير أهلها، وبيبقوا عارفين ازاي يطيروا لوحدهم وعارفين الطريق وهم عندهم شهرين. ما هذا يا فندم؟ طيب ازاي بيبقوا عارفين الطريق وهم ما سافروش قبل كده أصلا؟ الحقيقة إن السؤال البسيط ده حير علماء كتير، وتم اكتشاف إن الطيور في رحلتها بتقدر تعرف طريقها عن طريق الشمس ومكانها في السماء، وأبراج النجوم بالليل، وكمان مجال الأرض المغناطيسي بالفطرة وبالغريزة، وأعتقد بأدوات لغاية النهاردة ما نعرفهاش. رحلة الطيور وهجرتها وطريقتها بتوضح شوية ليه الحضارات القديمة بلا استثناء كانوا بيعتبروا الطيور آلهة، وإزاي دقة مساراتهم ناس استخدمتها إنهم يبعتوا لبعض رسائل ومتأكدين إنها توصل في المكان والوقت الصح. الطيور رمز للحرية وللقوة وللسلام، ومن وجهة نظري النظام والعبقرية. ما تنساش تشترك، وخلينا نكتشف الحياة مع بعض. سلام.